الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، محاضرتنا اليوم سوف تكون إن شاء الله عز وجل عن أصول السعادة وقواعدها المقررة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لم يرد منا عز وجل شرعا أن نكون أشقياء في هذه الدنيا، بل خلقنا لنفرح، خلقنا لنسعد، خلقنا لننبسط، ولكن على وفق منظور الشرع وعلى وفق الصراط المستقيم، لا على وفق الأهواء والشهوات والرغبات. وقد أخبر الله عز وجل أن من أراد شيئا فإنه لا بد أن يطلب سببه، فإن هذا الكون مرتب على أسباب، فإذا أراد الإنسان شيء أمرا من الأمور فلا بد أن يطرق سببه. وبناء على ذلك فالسعادة الشرعية التي ننشدها نحن معاشر بني آدم لها أسباب، وأسبابها كثيرة. وقد أخبرنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عن جملة من هذه الأسباب، وهي أسباب كثيرة ويطول المقام بذكرها. وقد جرت عادتنا في الدروس والمحاضرات أن نجمع ما تناثر في المسألة التي نريد شرحها في جمل من القواعد وفي جمل من الأصول التي نجعلها نبراسا لمن أراد بيان حقيقة ما سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. فحي هلا جميعا نتكلم عن شيء من هذه الأصول والضوابط التي من طرقها وسلكها فسيكون من السعداء، ومن خالفها وتنكب عن صراطها فسيكون من الأشقياء. القاعدة الأولى أو الأصل الأول: السعادة الحقيقية لا تأتينا من الخارج، فحقيقة السعادة التي ننشدها إنما تنبع من داخلك أنت، فلا تنتظر أحدا يضفي عليك السعادة أو يجعلك سعيدا. احذر إن كنت تريد أن تكون سعيدا، احذر أن تربط سعادتك بأمر خارجي، بل سعادتك حقيقتها شعور ينبعث وينبثق من داخلك. فالسعادة الحقيقية هي سعادة الروح وسعادة القلب وراحة البال واطمئنان الخاطر، وهذه لا يضفيها عليك أحد، ولا تنتظر أحدا يأتيك بها في قالب من ذهب أو فضة، وإنما أنت لا بد أن تثير كوامنها في باطنك وتثير كوامنها من داخلك. وأعظم ما يثير كوامن السعادة الباطنية هي القاعدة الثانية التي سنطرقها إن شاء الله. ولذلك كثير من الناس يخطئ طريق السعادة، فتجد بعض الناس يبحث عن سعادته في نكتة يسمعها أو مخدر يستعمله والعياذ بالله، أو موقف يتذكره، أو أنيس يضحكه، وكل ذلك طلب للسعادة في غير مظانها، لأنك لا تطلبها من خارج، بل السعادة فيك مخلوقة. كما أن الله عز وجل خلق فيك الحزن خلق فيك كذلك السعادة، فإذا جاء أمر يثير هذا الحزن حزنت، فالحزن لم يأتك من خارج وإنما انبثق من داخلك. فكذلك السعادة هي موجودة مخلوقة في فطرتك، مخلوقة موجودة في قلبك، ولكن تحتاج إلى شيء يثيرها.
فإذا السعادة التي سأتكلم عنها في هذه المحاضرة ليست السعادة من الخارج، وإنما السعادة من الداخل، وهي جمل من الأصول والقواعد تبعث كوامن هذه السعادة حتى نكون سعداء. ولذلك المؤمن يسعد بقيام الليل مع أن ما في أحد معه جالس معه ولا أحد يونسه ولا شيء، ولكنه يقوم الليل وحده ويسافر وحده ويذكر الله وحده ويعتكف في المسجد وحده، ومع ذلك من أسعد الناس. لما؟ ما في أحد يوسع صدره ولا في أحد يؤنسه، إنه يبعث سعادته من الداخل. فسعادتنا أيها الإخوان مربوطة بقلوبنا، مربوطة بصدورنا، موجودة معنا. أنت تمشي وسعادتك معك، لكن كثير من الناس قد طمر هذه السعادة بكثير من واقع هذه الحياة ولم يشعر أن السعادة في باطنه. فإن سألتني وما أعظم ما يثير السعادة، أقول انتقل إلى القاعدة الثانية مباشرة، وهي قاعدة تقول: الإيمان والعمل الصالح مفتاح السعادة الحقيقية في الحياتين. فإن سألتني وما دليل ذلك، فأقول دليل ذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الإمام أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعد من الله لا يخلف لمن عمل صالحا. ثم فسر العمل الصالح بقوله: وهو العمل المتابع لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مطمئن مؤمن بالله ورسوله بأن الله عز وجل سيحييه حياة طيبة، ثم يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. ولو فتحت كتب التفسير تقرأ عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى في معنى الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة، لوجدت أن منهم من يقول أن الحياة الطيبة هي الرزق والحلال الطيب، ومنهم من يقول الحياة الطيبة هي القناعة، ومنهم من يقول الحياة الطيبة هي السعادة، ومنهم من يقول الحياة الطيبة هي حياة الجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ومنهم من يقول الحياة الطيبة هي العمل بالطاعة والانشراح لها. ولو سألتكم وقلت هل بين هذه التفاسير اختلاف؟ الجواب لا، بل كل واحد عبر عن الحياة الطيبة بلازم من لوازمها وبمقتضى من مقتضياتها. فمن حافظ على الإيمان والعمل الصالح فقد قطع الله عز وجل على نفسه العهد بأن يحييه حياة طيبة، فهو صاحب الحياة الطيبة وإن كان مسجونا في غياهب الظلمات، وهو صاحب الحياة الطيبة وإن كانت الأمراض لا تترك جسده، وهو صاحب الحياة الطيبة وإن لم يكن صاحب أرصدة في البنوك. لما؟ لأنه سلط الإيمان والعمل الصالح فبعث كوامن هذه السعادة الباطنية. ولذلك فقد أمرنا الله عز وجل دائما عند آيات الحزن أو آيات كذا دائما يقرنها بماذا؟ بالأمر بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، وهذا في مواضع كثيرة من كتابه. فالإيمان يفجر هذه الينابيع في النفس البشرية، وأعظم ما تفجر به الإيمان بالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وقرن هذا الإيمان بالعمل الصالح، كما قال الله عز وجل في أعظم سورة، في السورة التي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هي لكفتهم، وهي سورة العصر. قال الله عز وجل فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم أهل النجاة من الخسارة وهم أهل الحياة الطيبة. فلا سعادة إلا بإيمان، ولا سعادة إلا بعقيدة صحيحة، ولا سعادة إلا بتقوى. وكما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: إن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. ونحن نتفق مع الشيخ في هذا.
وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها إلا في الإيمان والعمل الصالح. فأسعد الناس على وجه هذه البسيطة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. يقول الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا حياء، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. لا يمكن أن تسعد قلوبنا ولا أن نفرح في هذه الدنيا إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي ما سيأتي بعدها من القواعد والأصول إنما هو من مكملاتها. ولذلك نجد أهل الإيمان تنزل عليهم المصائب في الليل والنهار، ومع ذلك يعيشون حياتهم حياة طبيعية آمنة وادعة هادئة. لما؟ لأنهم يكسرون هذه المصائب وحدتها على صخرة هذه السعادة الإيمانية التي أودعها الله عز وجل في قلوب أهل التقوى وأهل الإيمان والإخلاص. بينما نجد أهل الكفر ما إن يصيب الواحد منهم مصيبة إلا ويبحث عما يخلصه من هذه الحياة بالانتحار أو غيره. لما؟ لأنه ليس عنده إيمان يعلق عليه هذه المصائب، ولا سعادة في باطنه تخلصه من هذا الويل والثبور. القاعدة الثالثة: لا سعادة إلا بقناعة. لا سعادة إلا بقناعة، وهذا أمر معلوم، فإن كثيرا من الناس قد انفتحت عليه أبواب الشقاء بسبب عدم قناعته فيما رزقه الله عز وجل وأعطاه. كثير من الناس لم يرضى بما قسم الله عز وجل له في هذه الدنيا، فلا يقنع لا بمال ولا بوظيفة ولا بصحة ولا بشكل، حتى إن بعضهم لم يقنع بما رزقه الله عز وجل من لونه، فتجده متسخطا في حياته ضائق الصدر متكدر الخاطر بسبب عدم قناعته بما رزقه الله عز وجل. فلا تراه دائما إلا متنغص الخاطر ضائق الصدر منقبض القلب بسبب عدم قناعته. وأما أهل القناعة فإنهم يحمدون الله عز وجل ويشكرونه على كل شيء أعطاهم الله عز وجل إياه ولو كان قليلا. فهذه القناعة توجب السعادة في هذه الدنيا. ولذلك فمن أراد الراحة أيها الإخوان وأراد انشراح الخاطر فعليه بالقناعة، وكما قيل إن القناعة كنز لا يفنى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح. الفلاح كله فيما سيأتي. قد أفلح من يا رسول الله؟ قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والفلاح هو مبدأ السعادة، قنعه الله بما آتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن حقيقة ابن آدم مبنية على الطمع إلا إذا قهرها بالإيمان بالله والقناعة. قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. تجد أن من الناس من عنده المليارات، ولكن تجده لا يزال يتعب نفسه في طلب العيش، ولا يزال يكد، ولا يزال يطلب المال من طرق حرمها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ليست عنده قناعة داخلية، ولا يزال متشوش الفكر متكدر الخاطر، قد جعل الله عز وجل فقره بين عينيه فلا تراه إلا متنغصا دائما. لماذا؟ السبب عدم القناعة. فمن لا قناعة عنده فقد فتحت عليه أبواب الشقاء بمصراعيها وأغلقت عنه أبواب السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم العلم ومنهوم المال. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النهمة الأولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب معه خصلتان: الأمل وحب المال، وهذا سببه عدم القناعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة القناعة: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى النفس. إذن هي شعور داخلي. رجعنا إلى الشعور الداخلي.
الغنى غنى النفس. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في أروعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جملا من الوصايا التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ما أوصاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب الناس إلى الناس أنفعهم للناس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ فسر لنا الغنى. فقال: قلة أمنياتك ورضاك بما يكفيك. والقناعة حقيقتها قلة الأمنيات والرضا بما يكفي الإنسان في هذه الدنيا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقال سميط بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار. إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار. أنا أجيب على سميط: عدم القناعة. عدم القناعة هي التي تجعل الناس يكتسبون الأموال من طرق حرمها الله عز وجل. فإذن القناعة باب عظيم من أبواب السعادة. القاعدة الرابعة: كلما استغنيت عن الخلق بالخالق كلما عظمت سعادتك. كلما استغنيت عن الخلق بالخالق كلما عظمت سعادتك. وهذا أمر معلوم لديكم، وهو أمر فطري. فإن الحاجة للناس أيها الإخوان ذل وقهر وعناء وسفول وشقاء، وتعظم راحة قلبك يا ابن آدم كلما استغنيت عنهم بما آتاك الله عز وجل. فلا تجعل نفسك تحت رحمة أحد من الخلق ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الخلق لا يرحمون في الغالب من تحت أيديهم، فمن كان تحت أيديهم فإنهم لا بد وأن يسومونه سوم العذاب. ولا يعرف هذا الأمر على وجه الحقيقة إلا من افتقر إلى ما في أيدي المخلوقين. فمن سعادتك في هذه الدنيا أن تغلق أبواب الحاجة عن المخلوقين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا بد أن تفرق بين فقرين: فقر العز وفقر الذل. أما فقر الذل فهو افتقار المخلوق إلى مخلوق آخر. هذا من أعظم الافتقار الذي ينبغي للإنسان أن يحاول ما استطاع أن يتخلص منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من الفقر إلى المخلوقين، فقد كان يقرن الكفر بالفقر، فكان يتعوذ بالله من الكفر والفقر. بل كان يأمر أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله قد بايعناك، يعني قد بايعناك على الإسلام، ظنا منهم أن المبايعة هذه على الإسلام. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فكان صوت أحدهم يسقط وهو على راحلته فلا يقول لمن تحته ناولني الصوت. والمتقرر في قواعد
العلماء أن قيمتك ومقدارك عند الناس ينقص بحسب حاجتك إليهم، فكلما استغنيت عنهم عظم مقدارك في قلوبهم، وكلما احتجت وافتقرت إليهم كلما نقص مقدار قلبك في قلوبهم. ولذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، والذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط وحسن إسناده الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا أعظم العز، أعظم العز في الدنيا أن تستغني عن الناس، فلا يزال الإنسان عزيزا محفوظ القدر إذا كان مستغنيا عن الناس لا يحتاج إليهم. والاستغناء شعور قلبي باطني. إذا رجعنا إلى قضية الباطن، فإنه متى ما سأل الناس لنفسه كلما قل قدره في قلوبهم. ولذلك في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما أعظم مد اليد للناس، ما أعظم الذل في مد اليد للناس، إلا عاد من ألجأته الضرورة والحاجة، فلكل مقام مقال، لكن ما دمت قادرا على أن تستغني عنهم ولو بربع رغيف خبز تأكله يابسا يوميا مع كف وجهك عن الناس، هذا خير. في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل أحدكم حبله فيحتطب فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، حطاب، فيبيعها في السوق فيكف الله بها وجهه عن الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولذلك قد أثنى الله عز وجل في كتابه الكريم على من لا يجد ويظهر للناس أنه يجد ولا يسأل الناس شيئا أبدا. قال الله عز وجل عن هذه الطائفة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فمن أراد السعادة فليستغني عن المخلوقين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك الأعمال الحرة والتجارات الحرة مأمونة المكاسب أفضل من الوظائف الحكومية. لما؟ لأن الوظيفة الحكومية حاجة لما في يد الغير، أنت محتاج إلى ما في يد الغير، ولذلك يتطلع الإنسان إلى هذا الراتب ويعلق آماله بهذا الراتب الذي ربما يخصم عليه بسبب من الأسباب من هنا وهناك، وربما يفصل لكن التجارات تكون أنت حر نفسك فلا تحتاج إلى زيد ولا إلى عبيد. ومن قواعد باب السعادة أيضا: أعظم الناس رضا أسعدهم بالتسليم بالقضاء. أعظم الناس رضا أسعدهم بالتسليم بالقضاء. وذلك لأننا في هذه الدنيا لا بد وأن يكدر صفوها شيء من الآلام والمصائب، مصائب الفقر، مصائب الحاجة، مصائب الموت، مصائب فقد الأحبة، مصائب الأمراض. فإذا لم نكسر جأم شدة هذه المصائب على التسليم والرضا بما قدر الله فإننا سوف نكون من أشقى الناس في هذه الحياة. ولذلك ما عولجت هذه المصائب والنوازل بمثل التسليم والرضا. وقد أشار الله عز وجل إلى هذه القاعدة في القرآن، فقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم أعطاك الحل لعلاجها: ومن يؤمن
بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذا شعور داخلي أيضا وهو الإيمان. إذا رجعنا إلى قضية الباطن، رجعنا إلى قضية الداخل، السعادة كلها هنا، فلا تنتظر سعادة من خارج. وفي الحديث: جفت الأقلام وطويت الصحف. وإن لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاعدة ذهبية في التعامل مع المصائب. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من مصيبة نزلت علي إلا وأحمد الله عز وجل عليها لأمور. الأول أنها لم تكن في ديني، فإن أعظم المصائب مصائب الدين. فإذا نزلت عليك مصيبة في جسدك، صحتك، عافيتك، ولدك، قريبك، مالك، احمد الله عز وجل أن الله جعلها في أمر خارجي، لم يجعلها في ماذا؟ فيما هو مبدأ سعادتك في الدين والدار الآخرة، وهو الدين. احمد الله. ترى أعظم المصائب على الإطلاق مصيبة الدين، وكل المصائب دونها جلل وتحتمل إلا مصيبة الدين. بل أنا أقول إن جميع المصائب رفعة لدرجاتك وتكفير لسيئاتك، إلا مصيبة الدين فهي سفول وخسف بك والعياذ بالله. فكل المصائب تؤجر عليها إلا هذه المصيبة، فإنك تؤزر ولا تؤجر. الثاني قال: أحمد الله على أنها أهون من غيرها. والثالث قال: أحمد الله على أن الله يكتب لي عنده بها أجرا. وإذا لم يعش الإنسان بالرضا بالقضاء فسيكون من أعظم الناس شقاء. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال لابنه وهو يوصيه، قال: يا بني، إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، من مات على غير هذا فهو من أهل النار. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما قضي عليك من المصائب فلا بد أن يأتيك، ولكن المؤمن يقابل ذلك بقلب مؤمن واثق بالله تعالى بأنه لا يقدر له إلا الخير، ويقابله بالصبر والتسليم والرضا واحتساب الأجر. فالمتسخطون على القضاء والقدر هم أخسر الناس صفقة وأبعد الناس عن الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدره. ومن عجيب ما قرأته في هذا الباب عن بعض السلف أنه كان يقول: إن دعوت الله فأجاب دعائي فرحت مرة، وإن دعوته فلم يجبني فرحت 10. فقيل له: لما؟ قال: لأنني إن دعوته فإنما أدعوه بمرادي فيحققه لي، ولا أدري قد يكون مرادي سبب عطبي. كم من إنسان دعا الله بشيء فأجابه فصارت إجابة الله له سبب هلاكه، ولا لا يجمع؟ ولذلك يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عطاء إلا أعطاه إياه فيستجاب لكم. يعني فتكون الكارثة في الإجابة، فأنت ما تدري. واسمع إلى قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب دعوا الله، استجاب لهم؟ استجاب. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، صار عطبهم هم، أعطاهم مرادهم فصار مرادهم هو عين عطبهم. بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولكن إن دعوته فلم يستجب لي فإنما أعطاني ما يريده لي، وما يريده لي خير مما أريده لنفسي.
إذا تعاملنا مع قضاء الله وقدره بهذا المنظور حينئذ والله ما نشقى ولا نبأس ولا نيأس ولا تتكدر خواطرنا أبدا. لما؟ لأننا مسلمون لما يقضيه الله عز وجل لنا، فما يريده الله لنا خير مما نريده لأنفسنا. القاعدة التي بعدها: النظرة الإيجابية للواقع موجبة لمزيد الفأل والأمل. النظرة الإيجابية للواقع موجبة لمزيد الفأل والأمل. ولا يخفاك أن بقاء السعادة في قلبك مرهون بماذا؟ بالأمل. والعطاء والتقديم للأمة مرهون بالأمل. وحسن الظن بالله مرهون بماذا؟ بالأمل. إذن ففقدان الأمل في كل شيء معناه الموت، معناك أنك ميت خلاص، أنت ميت الأحياء إذا فقدت الأمل. من فقد الأمل فهو ميت، فقد الأمل في الله، فقد الأمل في نصر الله، فقد الأمل في عطاء الله، فقد الأمل في إجابة الله. حينئذ يفقد الأمل في وجوده وحياته، فإذا لم يكن صاحب إيمان ولو شيئا يسيرا فربما يتجه إلى أن يقتل نفسه، لأنه قبل ذلك قد مات أصلا بسبب موت الأمل في قلبه. ولذلك فاحذر أيها المسلم من أن تنظر إلى الأمور بعين اليأس وبعين القنوط وبعين سوء الظن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أهلك الناس هو، وفي رواية أهلكهم، يعني هو المتسبب في إهلاكهم أو الذي حكم عليهم بغير علم ولا برهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على النظرة الإيجابية للأمور والنوازل، وكان يربي أصحابه على هذه النظرة. ولذلك الأشقياء هم أصحاب النظرة السوداء، هم أصحاب النظرة السوداء في تفسيراتهم للأمور التي تنزل عليهم أو تنزل على غيرهم. أما أصحاب النظرات الإيجابية هؤلاء من أسعد الناس، من أسعد الناس على الإطلاق هؤلاء. فقد طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، ثم طرده أهل الطائف وهو يتيم الأبوين ولا ناصر له إلا الله عز وجل، ولا أحد يأوي إليه، يطرد من بلد ويذهب إلى بلد فيطرد، ويرجمه الناس بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام. لو عرضت هذه الحالة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد منا لقال هذه مهلكتي، ولا أظن أن أبواب الخير ستفتح بعد ذلك أبدا. فيأتيه ملك الجبال في هذه الظروف الصعبة التي لا يستطيع الواحد منا أن يعيشها أصلا، ظروف صعبة، فيقول له إن الله عز وجل قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، باب من أبواب النصر عليهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناظرا لواقعه الأليم بالنظرة إيش؟ بالنظرة الإيجابية، قال لا، بل استأن بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه النظرة الإيجابية التي إن فقدها الداعية توقفت دعوته، إن فقدها المربي توقفت تربيته، إن فقدها المنفق توقفت نفقته، تتعطل جميع أبواب الخير بسبب إيش؟ النظرة التشاؤمية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. وحقيقة العدوى هي تلك النظرة السوداوية، وهي تفسير الأمور بضرر سيأتيه. إن رأى غرابا تشاءم ونظر نظرة سوداء، إن رأى بومة تشاءم ونظر نظرة سوداء، إن سمع كلمة نابية في صباح يوم من الأيام أقعدته عن العمل. فهذه النظرة السوداوية هي حقيقة الطيرة. فالشريعة حرمت هذه النظرة بتحريم الطيرة، قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وفي رواية وأحسنها الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن فيزداد بها نشاطه
وتزداد بها ثقته بالله عز وجل ويمضي في أمره. هذه النظارة السوداء لا بد أن تخلعها عن عينيك وتجعل مكانها نظارة بيضاء تنظر إلى الأمور بنظرة إيجابية. ولا بأس من الاستفادة مما عند الكفار من الخير والحكمة. يقولون إذا رأيت كأسا فيه نصفه فلا تنظر إلى ما انقضى أو ذهب، ولكن انظر إلى ما بقي. هذا هو. ولذلك بعض أصحاب الأموال الطائلة إذا قيل لهم أخرجوا زكاة أموالكم تتجه النظارة السوداء إلى القدر الذي سيخرجون وتعمى عيونهم عما بقي لهم، فيقولون كيف نخرج ربع العشر؟ زكاة المليون كم؟ 25,000. أخرجوا 25,000، وين ذا المبلغ الكبير؟ فإذا هؤلاء ينظرون دائما بالنظارة السوداء. أصحاب هذه النظرة هم الأشقياء في العالم، أوجبوا لأنفسهم كثيرا من الأمراض النفسية المستعصية بسبب نظرتهم السوداء. ولذلك أتحداك أحد يراجع العيادات النفسية إلا أصحاب هذه النظرة، أصحاب النظرة السوداء. طيب والنظرة البيضاء الإيجابية من أين تنبع؟ من النفس. إذا رجعت القضية إلى قضية الباطل، فالسعادة هنا موجودة. أنت اللي بتسعد نفسك إذا أثرت كوامنها أو تشقي نفسك إذا تغافلت عنها. فلا بد من أن ننظر إلى الأمور بهذه النظرة. فإذا حل عليك شيء من الأمور فانظر لها بالنظرة الإيجابية وقل لنفسك يعني فمن يدري رب ضارة نافعة. هذه نظرة إيجابية ممتازة، رب ضارة نافعة. وربما صحت الأجسام بالعلل، ورب محنة في طيها منحة، والآلام تثير إيش؟ تثير الآمال. مثل هذه العبارات الجميلة التي تسعد الروح. هذه السعادة، سعادك هذه، وإن نبعت من الباطل، إنما هي قناعات نفسية فقط. ولذلك ربما كانت هذه المتاعب التي تعانيها بابا إلى خير مجهول الله يعلمه وأنت لا تعلمه. يقول الله عز وجل مبينا هذه النظرة الإيجابية، يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقل إذا أصابك شيء أو منعك الله من شيء قل لم يمنعني ربي إلا ليعطيني، ولا أمرضني إلا ليمنعني من شهوة كنت سأقارفها لو كنت صحيحا. من اللي يستطيع ينظر هذه النظرة في حال المرض؟ أنا ما أدري، التنظير بسيط لكن التطبيق قد يكون صعبا. ولا منعني من المال إلا لأنه يحبني. ولذلك في الأثر يروى في الإسرائيليات إن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة فلو أمرضته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض فلو عافيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فلو أفقرته لطغى. فإذا منعك الله عز وجل بابا من أبواب الدنيا وضيق عليك شيئا من مكاسب والأرزاق فقل الله ضيق علي حتى لا أطغى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، إذا أحب عبدا حماه من الدنيا. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إيش؟ خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا ليست كل من فتحت عليه أبواب الأرزاق يكون محبوبا لله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. طبعا وقال في الآخرة بالعكس. ولذلك في شروط الصلح، شروط صلح الحديبية، شروطا نظر لها الصحابة بالنظرة الأخرى فرأوا أنها شروطا توجب ماذا؟ القهر والمهانة والذل
والخضوع لقوة الكافر، بينما نظر لها أعظم من نظر نظرة إيجابية في هذه الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام، نظر أنها شروط هي بوابة الفتح الأكبر، وفعلا صارت بوابة الفتح الأكبر. ولذلك يقول العلماء الفتح قسمان: فتح أكبر وفتح أصغر. الفتح الأصغر كان وسيلة لشروط الصلح في الحديبية، كانت وسيلة للفتح الأكبر الذي هو فتح مكة. شوف كيف النظر لها. أبو بكر كان ينظر أيضا إلى هذه الشروط النظرة الإيجابية، وقال: هذا رسول الله. من اللي شرطها؟ شرطها واحد يوحى إليه. لا تنظروا إلى عين الشروط، انظروا إلى من وافق على هذه الشروط. من اللي وافق عليها؟ رجل ما بعث إلا لعزة الإسلام، فلا يمكن أن يشرط شرطا فيه ذل للإسلام إلا لنصرة الدين، فلا يمكن أن يرضى بالدون والهزيمة للإسلام. فهو لم ينظر إلى حقيقة الشروط وذاتها، وإنما نظر إلى من قررت الشروط بين يديه وبعد موافقته، فرأى أن الله لم يرضى فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذه الشروط إلا لخير يعلمه للأمة، وفعلا صار الخير فيها. ويعجبني فعل خديجة رضي الله تعالى عنها في بدايات الوحي. جاء لها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى في الغار ما رأى يرجف فؤاده، فقال: زملوني فزملوه. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. لكن خديجة صاحبة نظرة إيجابية، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. شلون يذلك الله ويخزيك وأنت على هذه الصفات الطيبة؟ إذن هذا خير، بس إننا بنعرف حقيقة ما نزل، وما في شر، لا تخاف، ما في شر، هو خير، بس وش الخير ما ندري. فذهبت به إلى ورقة حتى تستفسر منه عن حقيقة ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ما صار من القصة المعروفة. ففي الحقيقة إن حياتنا وتصرفاتنا عبارة عن تفسيراتنا نحن للأمور التي تجري علينا، ولا يا جماعة؟ حقيقة حياتنا أن ترجع إلى نوعية تفسيراتنا للأمور. فإن حملنا الأمور التي تنزل علينا أو على غيرنا على الخير والرحمة وحسن الظن بالله، عشنا سعداء سعادة يغبطنا عليها الملوك وأبناء الملوك. وإن أسأنا تفسيراتها ونظرنا إلى ما يحل علينا بالنظرة السوداء، فإننا سنوجب على أنفسنا وعلى من حولنا وعلى أمتنا النكد والحسرة والندامة وضيق الصدر. فلنربي أنفسنا دائما على حسن الظن بالله عز وجل، وعلى حسن النظر في الأمور وحسن التدبير وحسن الاستفادة من المواقف. ونتذكر دائما قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر يسرين. ما يحدث على إخواننا في الشام وإخواننا في ميانمار وإخواننا في كل بقاع الأرض الآن، تجد أن الناس يختلفون في تفسيره إلى عدة تفسيرات. منهم من نظر لها بنظارة قاتمة سوداء لا ينظر منها إلا إلى جانب القتل والتشريد والجوع والفقر والبرد والإهلاك وإهلاك الحرث والنسل. ومنهم من ينظر أنها بوابة لجهاد قادم وعز قادم وخلافة قادمة. فتجد أن صاحب النظرة السوداء لم يقدم شيئا لهم، وصاحب النظرة الثانية هو الذي دائما يعطي. فإذا أهل العطاء هم أصحاب النظرة الإيجابية. ومن قواعد باب السعادة أيضا: لا تربط سعادتك بشيء مفقود. لا تربط سعادتك بشيء مفقود. وفي الحكمة التي تقال، وأنا أوصيكم بها دائما: لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود. افرح بما عندك لا بما عند غيرك. إن من الناس من أنعم الله عليه عز وجل بالخيرات والنعم ما لا يعلمه إلا الله، ولكن ومع ذلك لا نراه سعيدا، لأنه من النوع الذي يعلق سعادته بموجود غيره لا بموجوده هو. أنتم فهمتم هذا؟ من الناس مثلا، أضرب لكم بعض الأمثلة، من الناس من عنده سيارة ولكن لا يسعد بسيارته،
ولا يفرح بها. لما؟ لأن نفسه معلقة بسعادة تملك سيارة غيره، وعنده بيت ولكن لا يسعد ببيته ولا يفرح به، لأنه علق سعادته بموجودات غيره لا بموجوده هو. فمن علق سعادته بغير موجوده فقد علقها بالمفقود، ومن علق سعادته بالمفقود فإنه من أتعس الناس، يصير تعيس. يكون هذا الصنف من الناس يا أبو خالد يكون تعيسا لا سعادة له أبدا. عنده وظيفة لكنه لا يسعد بها، لأن نفسه تطمح إلى الوظيفة الفلانية المرموقة والتي لا يقدر هو على تحصيلها، وهكذا. فإذا كنت تريد أن تكون سعيدا فاسعد بما عندك، وأغلق باب السعادة بموجود غيرك. غيرك يسعد بما عنده ما لا شأن فيه، لكن أن تعلق سعادتك بموجود غيرك وبمفقودك أنت، هذا من الحمق والغباء، من الحمق والغباء. ومن قواعد باب السعادة أيضا: عش يومك ولا تشغل نفسك بماضيك ولا بمستقبلك. عش يومك ولا تشغل نفسك بماضيك ولا بمستقبلك. اجعل شعارك دائما في هذه المسألة قول ابن عمر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه بين قوسين تساوي عش يومك الذي أنت فيه. فإن من الناس من يحزن في يومه لأحد أمرين: إما لغم أو لهم، والغم هو الحزن على ما مضى، والهم هو الحزن على ما سيأتي. وهذه سبب تعاسة بني آدم، إن أنهم يعيشون أنفسهم بين هم وغم. ولذلك من بشارة الملائكة لأهل الإيمان قول الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة إيش؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، فنفوا عنهم الهم والغم. فقوله لا تخافوا نفي للهم، يعني لن يواجهكم شيء من الأمور المخوفة أبدا، طريقكم درب خضر ما عليكم. ولا تحزنوا نفي للغم، وهي على متعكم التي تركتموها وعلى أموالكم وأولادكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم. فهذا من أعظم السعادة، أن لا يعيش الإنسان لا بين خوف ولا حزن ولا بين غم ولا هم. فالتفكير فيما مضى وجعل الفكر والعقل يعيش في الأيام الخوالي فيما أصابك من المصائب أو في من فقدتهم من الأحباب، هذا يكدر عليك سعادة يومك. فلذلك اجعل الماضي صفحة قد طويت، لا تنظر إلى الماضي أبدا، وما سيأتيك غدا فلا يزال في علم الغيب، وأمره إلى من؟ أمره إلى الله عز وجل. فلا تشغل نفسك لا بمستقبل يأتيك ولا بماض قد تركته أو خلفته وراءك. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء. طب هذا أصابك في الماضي الآن، خلاص أصابك فعل ماضي أصابك، فلا تقل لو أن، هذه النظرة للماضي الآن، النظرة إلى الماضي، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وامض قدما مستعينا بالله متوكلا على ذي الجلال والإكرام، وعش يومك وحاضرك، وإياك أن تكدر ساعتك بشيء مضى أو شيء مما يستقبل. فإن قلت يعني ما نخطط للمستقبل أبدا، الجواب لا. يقول الله عز وجل عن يوسف: قال تزرعون 7 سنين دأبا. تخطيط للمستقبل مطلوب، ولكن ليس النظرة إلى المستقبل مطلوبة، ولكن ليست النظرة التي توجب لك كدر الساعة. مما يدل على قاعدة عش يومك أن الله عز وجل خلق فينا النسيان. ترى هذه من نعم الله عز وجل، ما لم يكن نسيان شيء فيه خير.
لكن لو أن الإنسان يتذكر جميع مصائبه وأحبابه الذين فقدهم أو أصابته وتكون حاضرة في ذهنه لا يطويها عالم النسيان، حينئذ لا يستطيع أن يعيش. ومن حكمة الله أن طوى عنا علم المستقبل. لماذا؟ حتى لأنه يريد منا أن نعيش لحظتنا، فرزقنا النسيان لننسى ما مضى، وطوى عنا علم ما يستقبل. ولذلك لو قيل لك سوف تموت بعد 20 سنة، والله 20 سنة كم من يوم، يعني أيام كثيرة، سوف تتكدر في يومك الآن، ومع أن الموت كم بقى عليه 20 سنة، لكن أخفى الله عز وجل عنا ذلك. ولو قيل لك إن ولدك هذا الذي تحبه ستفقده بعد 100 سنة، والله لتتكدرن اليوم تتكدر. ولذلك من نعمة الله نخفى عنا المستقبل، بل وحرم علينا الذهاب إلى الكهنة والسحرة والعرافين لنستكشف إيش؟ الأمور المستقبلية، لأمرين: الأمر الأول أن هؤلاء لا يملكون شيئا من علم الغيب، فما يخبرونك به إنما هو دجل وخرافة. والأمر الثاني أنه لا فائدة من أن تستطلع مستقبلك. أنا أرى والله أعلم أن الذي يريد استطلاع مستقبله عند هؤلاء فهو كالشاة التي تحفر بيدها عن سكينة تذبح بها. الآن عايش، وربما واحد منكم الآن نسأل الله أن يسلمكم سيموت غدا، لكنه معنا الآن مبسوط وعايش، مع أنه لم يبقى على موته إلا سويعات معلومة. أو ربما بعض من يسمعنا الآن سيقدر عليه حادث أليم سيموت فيه زوجة أو ولد، ومع ذلك يسعد في لحظته لأن الله أخفى عنه علم ما يستقبل. فإذا عش لحظتك، عش يومك هذا، فلا تنظر إلى ماض فتحزن وتغتم، ولا تنظر إلى مستقبل فتهتم وتخاف. القاعدة التي بعدها: لا تطلب الكمال في كل أمر دنيوي. لا تطلب الكمال في كل أمر دنيوي. وهذا طبع، وذلك لأن طلب الكمال في كل أمر من أمور الدنيا موجب للشقاء. فالله عز وجل خلقنا ذاتا وصفات ناقصين، فإذا لا بد أن تكون أمورنا مبنية على إيش؟ على النقص. فالكمال المطلق في كل أمر لمن؟ لله عز وجل. فلا تطلب الكمال في أي أمر من أمور الدنيا، وارض بما قسم الله عز وجل لك وإن كان فيه شيء من النقص. فإن من طبع الناس من تراه دائما يطلب الكمال في كل أمر من أمور الدنيا، فهو إن توظف طلب أعلى الكمالات في أمور الوظائف، وإن اكتسب مالا من تجارة طلب أعلى المكاسب في هذه التجارة، وإن تزوج امرأة طلب أعلى المواصفات والمقاييس السعودية في هذه المرأة. وينجب لك من أنت بشر، والدنيا مجبولة على النقص ومخلوقة على النقص. لابد في جوانب نقص في صحتك، في مالك، في زوجتك، في ولدك. ولكن أما أمور الكمال المطلوبة فهي أمور طلب الكمال في أمور الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه أول درجة، سألوا أول درجة، آخر درجة، الفردوس الأعلى. طلب الكمالات في أمور الآخرة. إن صليت فاطلب الكمال لصلاتك، إن فعلت الواجبات اطلب الكمال لدينك بفعل ماذا؟ المندوبات. إن تركت المحرمات اطلب الكمال في دينك واترك المكروهات. إن قمت اليوم الليل ركعتين أو 3 أو 5 اطلب الكمال غدا وزد. فإذا العبد لا يطلب الكمال في أمور الدنيا من باب القناعة والرضا بما قضى الله وقسم، وأما في أمور الآخرة فإياك أن ترضى بالدون، فنافس كما قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نافسه. ولذلك إذا نافسك جارك في الدنيا في طول في الدنيا، في جمال مركبه، في زين عمارته، في علو بنيانه، نافسه في ماذا؟ في الصدقة وقيام الليل. ستتحداني في تراب أنت، أنا أتحداك في أمور آخرة. فإذا قيل لك ونطلب الكمال، نقول يطلب الكمال في أمور الدنيا فقط. ولذلك في الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا في أمور دنياكم إلى من هو
أسفل منكم فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن في أمور الآخرة لا تنظر في أمور دينك إلا لمن هو أعلى منك حتى يدفعك ذلك النظر إلى منافسته في هذه الأمور. القاعدة العاشرة، قاعدة أحب سياقها بنصها في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومعرفة هذه الحقيقة القرآنية والقاعدة الربانية العظيمة توجب سعادتك في هذه الدنيا مع مكابدتك لأمورها ومعافستك لها. فإن من الناس من يريد حياته تكون صافية من كل كدر، وصافية من كل ضيق، وصافية من كل ما ينغصها، فلا يريد شيئا يضايقه من المنغصات، ولا يريد في دنياه أن تصيبه شيء من المصائب، ولا يريد في هذه الدنيا أن يتعرض لفتنة. وهذه الأمور كلها خيال في هذه الدنيا. من طلب من دنياه كل ذلك فإنما يطلب خيالا ويرجو محالا. فطبيعة هذه الحياة تبينها هذه الحقيقة القرآنية، أن العبد في هذه الدنيا في كبد، يوم له ويوم عليه، يوم يصح ويوم يمرض، يوم يشقى ويوم يسعد، يوم يغتني فيه ويوم يفتقر، يوم يربح ويوم يخسر. من ربى نفسه على هذه الحقيقة عاش سعيدا. يقول الشاعر في حقيقة هذه الدنيا: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، ومن بنى شيئا من آماله على شفا جرف هار فإنه سينهار به. فإذا الدنيا لا تصفو لأحد ولا تصفو لمخلوق أبدا. سمع الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، شوف حكمة هذا الإمام، سمع الحسن البصري رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروها في هذه الحياة. دعوة حلوة ولا لا؟ لا مي بزينة. قال: يا فلان لقد دعوت عليه بالموت. يعيش بدون ما يشوف مكروه، أنت تدعو له بدار أخرى غير هذه الدار، فيقول: لقد دعوت عليه بالموت. لما؟ لأن الإمام يعلم أن من عاش في هذه الدنيا فإنه لا بد أن يصيبه شيء من كدرها وشيء من أمراضها ومكروهاتها، فهي لا تخلو عن المكروه. لو كانت هذه الدنيا تصفو لأحد بسبب دينه لصفت للأنبياء والرسل، ولكنها ما صفت لهم. ولو كانت هذه الدنيا الخسيسة تصفو لأحد بسبب كثرة ماله لصفت لقارون، فإنه من أكثر الناس مالا وأغنى الناس، ولكنها ما صفت له. ولو كانت هذه الدنيا تصفو لأحد بسبب ملكه وسلطانه لصفت لماذا؟ لصفت لمن؟ لفرعون عليه لعنة الله، لكنها ما صفت. ولو كانت هذه الدنيا تصفو بحسب أو نسب أو كثرة مال لصفت للوليد بن المغيرة الذي قال الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ايش معنى وبنين شهودا؟ يعني بنين كثر يشهدون حاجاته في حرب وفي سلم وفي قضاء حاجة، يشهدون ما يريد. أبناؤك معك يسعون في أمرك ويحمونك من عدوك. بنين شهودا، ما يسافرون ويخلونه، شهودا شاهدون لكل أحواله. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فإذا رب نفسك دائما على أن هذه الدنيا ليست صافية. وأنا أقول لكم دائما أيها الإخوان، لو أن الله قدر لهذه الدنيا أن تصفو من كل كدر لما اشتقنا للآخرة. ولا لا؟ والله ما نشتاق للآخرة،
والله لا نشتاق للآخرة. فإذا هذه الدنيا لو كانت صافية لما اشتاق العبد إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن رضي بقضاء الله عز وجل وقدره. القاعدة 11: الماديات المجردة عن التقوى والإيمان من أبواب الشقاء على العبد. الماديات المجردة عن التقوى والإيمان من أبواب الشقاء على العبد. فالله عز وجل أعطى فرعون ملكا ولكنه سلب عنه الإيمان والتقوى، فصار ملكه سببا لهلاكه وعطبه، فإذا لم ينفعه هذه المادة وهي مادة الملك. والله عز وجل أعطى قارون من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن سلبه الإيمان والتقوى فصارت أمواله سببا لكفره ولعنة الله عز وجل عليه، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حال الكفرة في كثير من بلاد الكرة الأرضية الآن عندهم من الماديات الشيء الكثير التي لا يجدها المسلمون في بلادهم. عندهم كثرة الأمطار، وعندهم الروضات الغناء، ماديات كلها موجودة، وعندهم الأنهار الجارية، وعندهم الزنا والبغى والخمور، وعندهم كثير من المتع، لكنها ماديات جردها الله عن ماذا؟ عن التقوى والإيمان. وكل مادة من مواد هذه الدنيا تجرد عن التقوى والإيمان فالله لم يعطيها للسعادة، وإنما أعطاها العبد ليشقى بها، يشقى بها، سبب للشقاء. ولذلك مع ما هم فيه من المتعة والسرور إلا أن حالات الانتحار عندهم كثيرة، والانتحار برهان من براهين وجود الشقاء. من أين أتاهم هذا الشقاء؟ أولم تسعدهم تلك الماديات؟ الجواب لا. لما؟ لأنها ماديات جردت عن الإيمان والتقوى. فإذا كل شيء أعطاكه الله عز وجل في هذه الدنيا إذا لم يقرنه بإيمان وتقوى يحكمه، فاعلم أنه ما أراد بك خيرا، وإنما أراد بك شرا. أي شيء يعطيك الله عز وجل، السيارة، البيت، الزوجة، الوظيفة، المال، التجارات، الأرصدة، المناصب، إذا لم يقرن هذا العطاء بعطاء آخر وهو الإيمان والتقوى فاعلم أن الله أراد بهذا العطاء أن يشقيك لا أن يسعدك. ولذلك حال الكفرة في كثير من الدول مع اتساع الماديات عندهم وتنوع المتع التي تحمل بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين يهاجرون ويسافرون لبلادهم في العطل وفي غيرها، يبون يستمتعون مثل ما يستمتع الكفرة. هذه الماديات لم توجب لهم السعادة لأنها مجردة عن الإيمان والتقوى. فإذا ليست القضية أن يعطيك الله شيئا من هذه الماديات، لا، هو سيعطيك، ولكن القضية هل يمد هذا العطاء بعطاء الإيمان والتقوى فيكون قد أراد بك خيرا، أم يجرد هذا العطاء الأول عن العطاء الثاني فتكون ممن أراد الله بهم شرا. ومن قواعد باب السعادة من باب الاختصار سعادة الروح في كثرة ذكر المحبوب. ولذلك كلما ذكرت الروح المحبوبة كلما أحسست بماذا؟ أحسست بنشاط. ولذلك إذا مرض أحدكم وهو يحب زوجته فإن من علامات شفائه كثرة زيارة زوجته له. ولذلك ربما يزوره زملاؤه، يزوره والداه، فلا يفرح الفرح الكبير كزيارة زوجته له إذا كان يحبها حبا شديدا، فيجد في نفسه عند زيارة أحبابه من النشاط والقوة والصحة والسعادة ما لا يحسه في غير وقت الزيارة. وأعظم من تحبه قلوب المؤمنين هو من؟ هو الله. فأعظم سعادة تعرض للقلب والروح بل ويطير بها القلب فرحا كثرة ذكر الله عز وجل. فمهما أكثرت من ذكر هذا المحبوب العظيم الذي لا أحب للقلوب منه ولا أعجب للألسنة من كثرة ذكره، كلما أضفى عليك من سعادة هذه الدنيا والآخرة ما لم يكن لك في حسبان ولم يدر لك في خيال. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلا سعادة للقلب ولا هدوء للبال ولا اطمئنان للفؤاد إلا بذكر الله عز وجل.
قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة السعادة هي اطمئنان القلب، هذا طريقها بينه الله عز وجل في كتابه الكريم. كثرة ذكر الله، الذكر الذي انطوى عليه نطق اللسان وخضوع القلب وخشوع الجنان، توافق عليه قول الظاهر والباطن. فأكثروا من ذكر الله أيها الإخوان تكونون من أسعد الناس، من أسعد الناس. قال لي قائل: كيف أعرف أنني أحب الله أكثر من غيره؟ أقول: من تذكر في اليوم أكثر من تذكر في اليوم؟ من؟ قال: والله أذكر الوالد، أذكر الوالدة، أذكر الزوجة، أذكر الأولاد، أذكر زملائي في العمل. قلت: تذكرهم على مرة، مرتين، 3 مرات؟ الجواب: نعم. طيب كم تذكر الله عز وجل في اليوم؟ قال: والله أنا لي يعني فوق 1000، ولله الحمد والمنة، ما بين تسبيحة وتكبيرة وتحميدة. نقول: إذن عندنا قاعدة من قواعد علم النفس: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذي تكثر من ذكره في يومه وليلتك، في يومك وليلتك، هو أحب الأشياء إليك، هو أحب الأشياء إليك. لكن ربما لا تحس بأن هذا الأمر موجود في قلبك لوجود شيء من العوارض، من ذنب أو غفلة أو شهوة تحجب عنك رؤية ذلك والإحساس بطعم ذلك ولذته. لكن الله عز وجل أحب الأشياء إليك لأنك أكثرت من ذكره. لم يجري على لسانك ذكر محبوب آخر إلا الله، فإذن هذه الكثرة دليل على كمال محبتك. ومن القواعد أيضا: أسعد الناس أنفعهم للناس، أسعد الناس أنفعهم للناس. فالإحسان إلى الناس وتلمس حاجاتهم وتفقد أحوالهم وإعانتهم بالمقدور عليه من الجاه والمال والصدقة عليهم وسد خلتهم، كل ذلك له لذة وسعادة يطير بها القلب فرحا كما هو معلوم مشاهد. حتى عند الأطفال، لو أعطيت ولدا من أولادك صدقة يعطيها فقير لرجع إليك بوجه آخر غير الوجه الذي نزل به من السيارة، تلقاه مبسوط ومستبشر. فالإنسان يطلب السعادة ويطرق أبوابها بالإحسان إلى الناس حتى يعيش الإنسان بين الناس عيشة سوية هنية، فلا بد أن ينفعهم. ولذلك أتعس الناس في المجتمع هم الذين لم ينتفع بهم المجتمع. أما من انتفع بهم المجتمع في جاههم، في مالهم، في وساطتهم وشفاعتهم وغير ذلك، فهؤلاء يبيتون سعداء ويصحون سعداء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الناس أنفعهم للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. إن الإحسان إلى الآخرين سعادة لا تضاهيها سعادة عندما تكون أنت سببا في إسعاد الفقراء وفي تفريج كربتهم وفي سد خلتهم، فهذه قمة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل على قلب المؤمن إدخال سرور على قلب مؤمن، وأن يفرج عنه غما، أو يقضي عنه دينا، أو يطعمه من جوع. وسئل الإمام مالك رحمه الله: أي الأعمال تحب؟ فقال: إدخال السرور على المسلمين. ثم قال كلمة أتمنى من الجميع أن يقولوها إن كانوا قادرين عليها، وإلا فليسلموا. قال الإمام مالك: وأنا نذرت نفسي أن أفرج كربات المسلمين، نذرت نفسي أن أفرج كربات المسلمين. القاعدة الأخيرة: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. ولذلك فإن كثيرا من الشقاء والتعاسة التي يحسها بعض الناس إنما سببها ذنب ارتكبه أو معصية اقترفها، سواء كانت فيما بينه وبين الله أو كانت ظاهرة أمام الناس. فالمعصية لها تأثير في ضيق الرزق وانقباض الصدر وعدم انشراح الخاطر. فإذا ضيقت صدرك، فإذا أحسست بضيق الصدر فانظر وحاسب نفسك، لعله بسبب ذنب ارتكبته أو خطيئة اقترفتها فيما بينك وبين الله أوجبت لك هذه التعاسة وأوجب لك هذا الضيق. ولذلك
بعض من يشرب الخمر يشربونها وهي يسميها الناس أم الأرواح وأم الأفراح، ومع ذلك تجدهم من أنكد الناس لأنهم يفرحون بمعصية الله عز وجل. وبعض الناس ربما يطلب السعادة في مخدر يأكله، وإنما يشتري لنفسه الشقاء والتعاسة وهو لا يشعر. وبعض الناس ربما يطلب السعادة في فيلم إباحي يشاهده أو مقطع جنسي يحفظه على شاشة جواله، وهو يحفظ التعاسة في جواله من حيث يشعر أو لا يشعر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه إيش؟ نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء إذا جاء معها ثانية أو ثالثة صار القلب أسود مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو حقيقة التعاسة والشقاء، هذا هو حقيقة التعاسة والشقاء. فإذا من أبواب السعادة التي لا بد من طرقها ترك الذنوب والمعاصي وإغلاق بابها والإقبال على فعل الطاعات وترك المحرمات، ثم حينئذ انظر إلى نفسك، أنت من أسعد الناس إذا فعلت ذلك. وهناك أبواب للسعادة يسميها العلماء السعادة الخارجية التكميلية. ما ذكرته كله سعادة منبثقة من ماذا؟ من الباطن. لو تأملت ما ذكرته من القواعد والأصول لا تبين لك ذلك، لكن لا يمنع ذلك أن نتكلم عن أسباب تكميلية خارجية توجب سعادة بواطننا أيضا. من هذه السعادة الزوجة الصالحة. من وفقه الله عز وجل لزوجة صالحة فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المؤمن الزوجة الصالحة. إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ومالها وعرضك وعرضها. هذا من أعظم السعادة، لكنها سعادة خارجية لا يربط الإنسان سعادته الحقيقية بها. ومن السعادة الخارجية المركب الحسن. فإذا يسر الله لك المال لتشتري به مركبا حسنا فهذه من نعمة الله التي يجب عليك أن تشكر الله عز وجل عليها. فقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة علامات السعادة، قال: والمركب الهنيء. ومن السعادة التكميلية أيضا الدار الواسعة، فإن ضيق الدار يوجب ضيق الصدر، لكن إذا اتسعت الدار وصرت تجد مكانا تبيت أنت فيه وزوجتك، في مكان لا يبيت فيه أولادك، ومكان يلعب فيه الأولاد، دار واسعة ولها الحمد لله، تضع حاجياتك في مكان هذا وهذا فيه، كل له خصوصيته. هذا من أسباب السعادة. ومنها كذلك الجار الطيب الصالح. فينبغي للإنسان أن يطلب مجاورة الصالحين، فإنها من أسباب السعادة، لكنها سعادة تكميلية. ومنها كذلك الرفقة الطيبة الصالحة، الرفقة الحسنة، هذه من أسباب السعادة. وإني والله من هذا المنبر إن من أصحابي من إذا ذكرتهم فرحت. إي والله، إن من أصحابي من إذا ذكرتهم فرحت، بل إني أصرح لهم أقول: الحمد لله الذي أنشأني الله عز وجل في عصر أنتم فيه، حتى لا أقرأ في كتاب السير أخلاقكم فأشتاق أن أعيش في عصركم. نعمة عظيمة أن توفق لأناس صالحين يعينونك ويدلونك على الله ويهدونك هداية الدلالة والإرشاد إلى الصراط المستقيم. هذه نعمة عظيمة. فمن أسباب السعادة أن تصحب الصالحين يذكرونك بالله ويعينونك، وتتعاون أنت وإياهم على الخير والبر والتقوى. ومن أسباب السعادة الخارجية التكميلية القدرة على تحصيل المال. فالمال من أسباب السعادة، ما في شك ولا نكابر في هذا، ولكن ليس هو السبب الحقيقي للسعادة الأبدية أو سعادة الدارين، لا، وإنما هو شيء كوسيلة يقتات بها الإنسان لينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. يقول الناظم في داليته: ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة فعشها كفافا فهي شر المصائد. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي ويقول: والله المال لا سعادة فيه مطلقا، لا أساس ولا تكميل. نقول لا، لكنه من السعادة التكميلية، فهو من زينة الحياة، من زينة الحياة الدنيا. ومن السعادة التكميلية أيضا استقرار أمورك وعدم اضطرابها. تعيش مستقرا في بيتك، وتعيش مستقرا بين زوجتك وأفراد أسرتك، وتعيش مستقرا في وظيفتك، وتعيش مستقرا في مع زملائك،
وفي حيك، هذا مما يوجب لك السعادة والانشراح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء حقيقة باطنا وظاهرا، ومن أهل السعادة في الدنيا وفي قبوره وفي القبر ويوم الحشر والنشر. وأسأل عز وجل أن يحييني وإياكم حياة السعداء، وأن يميتني وإياكم ميتة الشهداء، وأن يحشرني يوم القيامة وإياكم مع الصديقين والأنبياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما رأيكم في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قرر العلماء أنه من جملة البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي تدخل دخولا أوليا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولي رسالة مختصرة في حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ضمنتها كتابا لي اسمه تنوير الصدور في التحذير من فتنة القبور.